تخيل معايا راجل ضخم عضلاته زي الجبل وماشي في ممر المستشفى وقدامه بطن كبيرة وكأنه حامل. لا، هو مش كأنه حامل، هو حامل. وده مش خيال ساينس فيكشن في المستقبل البعيد، لا، ده فيلم اتعرض سنة 1994 وخلى العالم كله يسأل سؤال واحد: هل فعلا الراجل يقدر يبقى حامل ويولد؟ فيلم جونيور فيلم وعلم ولا خيال مؤلف؟ الفيلم بيبدأ بتعريف شخصيتين مع بعض. الشخصية الأولى الدكتور أليكس هيس، وده اللي بيقوم بدوره أرنولد شوارزنيجر، وده عالم متخصص في أبحاث الخصوبة، شكله صارم وجد جدا وما بيحبش الهزار. والشخصية التانية الدكتور لاري اللي بيقوم بدوره داني ديفيتو، وده دكتور للنساء والتوليد وشخصية ذكية وماكر وبيحب الفلوس. الاتنين عاوزين يعملوا ماركتنج لدواء هما الاتنين اخترعوه، والدواء ده بيزيد من فرصة نجاح الحمل وبيحمي الجنين في المراحل الأولى. بس إدارة الجامعة رفضت المشروع وما ادتهمش الموافقة إن هم يعملوا التجارب دي على البشر. الدواء ده اسمه اكسبستين. هنا داني ديفيتو بيجيب الفكرة اللي هتغير من مسار الفيلم تماما، بيعرض ان هو يجرب الدواء على ارنولد شوارزنيجر نفسه. طيب هو ايه الدواء اللي اسمه اكسبستين ده اصلا، وهل في زيه في الواقع؟ في الفيلم الدواء ده بيجمع بين تأثيرين، اللي هو تحسين الخصوبة وحماية الجنين. وفي الواقع في ادوية في الحقيقة بتعمل حاجة مشابهة للدواء ده، وده بيستخدم في حماية الحمل في مراحله الاولى وتقليل خطر الاجهاض. نرجع للفيلم، وفي مشهد دراماتيكي خفيف دكتور لاري بيشرح لدكتور أليكس الخطة اللي هم هينفذوا بيها المشروع بتاعهم، وبيقول له ان احنا هنزرع بويضة مخصبة في بطنك، بس فين بالظبط؟ في الغشاء البريتوني اللي هو البروتونيوم، وده الغشاء اللي بيغطي اعضاء الجوف اللي هي بتغطي على الكلى وعلى المثانه وعلى المعده. الفكره ان الجنين نفسه ممكن يتعلق بالانسجه دي ويستمد منها الاكسجين والدم زي ما بيحصل في حالات الحمل خارج الرحم في الستات. شوارزنيجر هنا بيوافق وهو مقلق شويه. التجربه بتتم، والمفاجاه ان الجنين فعلا بيتعلق في بطن شوارزنيجر وبيثبت، والتجربه بتنجح. المفروض ان التجربه دي كانت تستمر 3 شهور بس وبعد كده يوقفوها، بس اللي حصل بعد كده محدش كان يتوقعه. نيجي هنا لسؤال: هو هل فعلا في حمل ممكن يتعلق بالانسجه بتاعه الغشاء البروتوني؟ الاجابه في حمل ممكن يتعلق بانسجه الغشاء البروتوني، وفي حالات نادره عند الستات اسمها الحمل البطني او حمل خارج الرحم او حمل الغشاء البروتوني. كل دي مسميات بس المعنى واحد، ان هو حمل مش موجود في الرحم اصلا، وده بيحصل لما البويضه المخصبه بدل ما تستقر في الرحم بتتعلق في الامعاء او الكبد او الغشاء البروتوني. وفي حاله موثقه نشرتها مجله ساج عام 2024 ان في حمل بطني استمر 26 اسبوع. الخطر هنا ان هو ممكن يسبب نزيف داخلي يؤدي الى الوفاه، بس الامكانيه الفسيولوجيه موجوده ومثبته علميا. نرجع للفيلم، والايام بتعدي وشوارزنيجر بيحس بتغيرات غريبه بتحصل له. في البدايه بيحس ان هي مثلا تكون اعراض جانبيه من الاكسبستين اللي هو اخترعه هو ولاري، لكن بعدين اعراض الحمل بدات تظهر فعلا على ارنولد شوارزنيجر او دكتور أليكس. اولا نفسه بتبقى غامه عليه، واول ما بيصحى الصبح بيبقى وشه اصفر وبيروح الحمام كل شويه. ثانيا تقلبات مزاج، هو مش مبسوط وساعات مبسوط وساعات متضايق وساعات عصبي. وفي مشهد مضحك جدا في الفيلم ان هو بيبكي وهو بيتفرج على برامج للاطفال. رقم 3 شهيه غريبه جدا وبياكل الاخضر واليابس. رابع حاجه والاهم الاحساس بالجنين، ان هو بدا يحس بالطفل اللي جواه. هنا الفيلم بيعمل كونتراست ذكي جدا، ان هو جايب شخص من اقوى الشخصيات في التسعينات والثمانينات، ارنولد شوارزنيجر البطل العملاق ساندرو كمال اجسام، جايبه يعمل دور او بمعنى اصح راجل حامل وبيولد وبيبقى حاسس بالجنين وعنده التعاطف بتاع الامومه، وده بالطبع بيعمل كونتراست كوميدي. هل اعراض الحمل اللي بيعرضها الفيلم حقيقيه؟ الاجابه حقيقية، وده ناتج عن هرمون بيفرزه الجنين داخل الأم من أول يوم حمل، والهرمون ده بيرفع مستوى هرمون الأستروجين في الجسم اللي بيسبب الغثيان، الخمول، اللي بيأثروا على النقلات العصبية في المخ، كمان الشهية الغريبة جدا، ودي مرتبطة بتغييرات في مستوى المعادن في جسم الأم. يعني حتى الأعراض في الفيلم الكوميدي صحيحة 100%. نرجع للفيلم، وبعد ما المشروع يتعرض للخطر من منافس ليهم وزميل ليهم داخل المستشفى أو داخل الجامعة، إن هو بيشوف تغيرات على أليكس غريبة جدا، فدكتور لاري اللي هو داني ديفيتو بيعرض على أليكس ان هو يوقف المشروع، وخلاص المشروع نجح وتاكدوا ان هم الدواء بتاعهم ناجح 100%، فخلاص مش محتاجين ان هم يستمروا في التجربه كامله. الكارثه ان ارنولد شوارزنيجر بيرفض وبيقرر ان هو هيكمل الحمل، وهنا مش عشان بس التجربه العلميه، هي التجربه العلميه اصلا نجحت، هو عشان حاجه اعمق من كده بكتير. بدا يحس ان هو اب وبقى عنده ارتباط عاطفي بالجنين. طيب هو هل فعلا في حاجه علميه اسمها ارتباط عاطفي بالجنين اصلا؟ الاجابه في ظاهره علميه اسمها
الارتباط قبل الولادة. وفي دراسات كتير أثبتت إن الأمهات والآباء كمان اللي بيشاركوا في عملية الحمل مع زوجاتهم بيطوروا ارتباط عاطفي قوي جدا مع الجنين. طيب الأمهات طبيعي، طب إزاي الآباء كمان؟ في دراسة علمية أثبتت إن الآباء اللي بيحضروا التصوير بالموجات الصوتية وإن هم بيسمعوا صوت الجنين أو نبض الجنين عن طريق السونار بيزيد عندهم هرمون الأكسيتوسين، وده منطقي جدا في علم النفس. ونرجع للفيلم، وواحد من أمتع مشاهد الكوميديا في الفيلم كله إن أرنولد شوارزنيجر بيبقى محتاج إن هو يتنكر على هيئة واحدة ست عشان يدخل مكان خاص بالحوامل ويأهبوهم نفسيا لمرحلة الولادة. بيدخل لابس شعر مستعار وملابس نسائية كاملة وبيسمي نفسه ألكسندرا. في دكتورة اسمها ديانا اللي بتقوم بدورها الممثلة إيما تومسون. الدكتورة ديانا دي أصلا زميلة أليكس ولاري في نفس المستشفى اللي هم بيشتغلوا فيها، بس هي متخصصة في حفظ البويضات اللي بتيجي من المتبرعات عشان التجارب العلمية. هنا في سؤال محدش فكر، هي البويضة اللي اتزرعت جوه بطن دكتور أليكس جاية منين أصلا؟ دكتور لاري دخل المعمل بتاع دكتورة ديانا وسرق بويضة من البويضات اللي هي محتفظة بيها، وكانت بويضة خاصة بيها هي أصلا، وهرب. معنى كده إن الجنين اللي جوه دكتور أليكس هو بيولوجيا ابن الدكتورة ديانا لأنه متلقح في البويضة بتاعتها. الدكتورة ديانا دي بتدخل العيادة الخاصة بالحوامل أو المكان الخاص بالحوامل إن هو بيأهبوهم نفسيا وبيعملوا لهم جلسات يوجا عشان تدرس حالة الحامل قبل الولادة بتبقى عاملة إزاي. فبتقابل ألكسندرا اللي هي الدكتور أليكس. بس هنا الفيلم بيسأل سؤال حلو قوي، هو الراجل هل يقدر يعيش تجربة الست أصلا؟ في الحقيقة في ظاهرة اسمها كوفات سيندروم أو حمل التعاطف، ودي بتأثر على الآباء أثناء حمل زوجاتهم وبتضم أعراض حقيقية نفس اللي بتعيشها الزوجة، زي ألم الظهر، الغثيان، زيادة الوزن، تقلبات المزاج. وده ناتج برضو عن هرمون الأكسيتوسين أو الارتباط العاطفي الزيادة قوي بالشريك. نرجع للفيلم، ولما بتدخل الدكتورة ديانا المصحة أو العيادة بتاعة الحوامل بتقابل ألكسندرا وبيقعدوا يتعرفوا على بعض، وبتحس إن هي شافته قبل كده في مكان. فألكسندرا بتحكي لها الحقيقة إن البويضة اللي متخصبة في بطن أرنولد شوارزنيجر هي في الأصل بويضتها هي اللي اتسرقت من المعمل بتاعها، يعني الجنين اللي عند أرنولد شوارزنيجر تقنيا ابنها. الموقف هنا بيتعقد أكتر بكتير، بس المنافس اللي هو دكتور نوا اللي بيحاول يشوف هم إيه الحاجة الغريبة اللي هم بيعملوها مع بعض دكتور لاري ودكتور أليكس بيكشف سر التجربة وبيهدد إن هو هيبلغ عنهم. طب هنا بقى بيسألوا نفسهم سؤال، هل يكملوا التجربة ولا يوقفوها؟ ولو كملوا هيعملوا إيه بالجنين؟ شوارزنيجر هنا بيرد على السؤال بإجابة عبقرية وغير منطقية كمان، وفي مشهد كوميدي بيبص لجسمه بيقول جسمي وجنيني قراري لوحدي. طبعا كوميديا. وفي مشهد جميل جدا عاطفيا في الفيلم ما بين دكتور أليكس ودكتور ديان اللي هو أرنولد شوارزنيجر وإيما تومسون، وبيتكلموا فيه بصراحة مطلقة وهي بتسأله أنت بتحس إزاي أو حاسس بإيه؟ فبيرد عليها بكل بساطة بحس إن أنا الوحيد اللي فاهم الجنين ده لمجرد بس إن أنا اللي حامل فيه أو إن أنا اللي حامله، أنا اللي شايله. بس هنا في سؤال، هل الأمومة أصلا شعور بيولوجي؟ يعني في شيء بيتغير في جسم الأم ولا مجرد تجربة حسية؟ الإجابة إن في أبحاث علمية أثبتت إن الحمل بيسبب تغيرات بيولوجية للأم، يعني مش مجرد تجربة حسية أو مجرد شعور. في ظاهرة اسمها ماتريسنس أو استعداد المخ إن الست دي تبقى أم، وفي دراسة أثبتت إن المخ بيفقد أحجام معينة في مناطق من المخ نفسه مرتبطة بالوعي الاجتماعي، وده بيحسن قدرة الأم على قراءة احتياجات الطفل. نرجع للفيلم، ودكتور نوا قرر إنه يبلغ إدارة الجامعة عشان الجامعة تتحرك والسلطات كمان تتحرك ورا لاري وأليكس. في نفس الوقت حالة شوارزنيجر ابتدت تتدهور، إن هو خلاص على وش ولاده. بتمر الاحداث وشوارزنيجر بيدخل المستشفى ومتنكر في شكل امراه، وبيفضل في نفس الجناح مع زوجة داني ديفيتو اللي هي كمان حامل وبتولد. العمليه القيصريه بتتم بنجاح، شوارزنيجر بيشوف طفلته او بنته لاول مره. المشهد ده بيوصف بابداع الفرحه والدهشه في وش رجل صارم وبارد كالثلج في الاول يعني. بس هل هي فعلا اصلا الولاده القيصريه تنفع لراجل؟ هو اصلا الراجل ينفع يولد؟ احنا لسه ما جاوبناش على السؤال ده اصلا. في الحاله الافتراضيه دي الولاده الطبيعيه اصلا مستحيله لان الراجل ما عندوش قناه ولاده اصلا، والولاده القيصريه هي الخيار الوحيد. بس الخطر الاكبر ما كانتش في الولاده لكن في فصل المشيمه عن الانسجه بعد الولاده. الغشاء البروتوني اصلا اللي في جسم الانسان العادي ما اتطورش ان هو يفصل المشيمه تلقائيا او بشكل امن زي ما الرحم ما بيعمل. في الحمل البطني الحقيقي عند الستات او الحمل خارج الرحم عند الستات اصلا بتبقى في خطوره ساعه فصل المشيمه عن الغشاء البروتوني، ممكن يسبب نزيف حاد للام والام تموت طبعا بخلاف الجنين. المسار العلمي الاكثر واقعيه لتمكين حمل راجل لازم يمر عبر زراعه الرحم. هو ممكن الرحم اصلا يتزرع؟ الحقيقه ممكن الرحم يتزرع، وده مش خيال ساينس فيكشن. اول مولود بشري من رحم مزروع كان في السويد سنه 2014، واجرى العمليه
العملية البروفيسور ماتس برانستروم من جامعة جوتنبرج، وبعد ما العملية نجحت اتكررت في دول كتير جدا لحد سنة 2024. كانت الحالات الناجحة الناتجة عن زراعة الرحم وصلت ل 135 عملية ناجحة، وأنتج عنها 40 طفل صحي حتى لو نجحت عملية زراعة رحم في راجل. نتخيل إن احنا ممكن نزرع رحم جوه راجل. التحديات هنا مش بس جراحية، ده في 4 عقبات أساسية عشان العملية دي تنجح. التحدي الأول الهرمونات. الراجل بينتج تستوستيرون عالي واستروجين منخفض، الحمل بقى محتاج استروجين وبروجسترون عاليين جدا. العلاج بالهرمونات ممكن يعالج ده لكنه بيأثر على الصحة العامة والقلب. التحدي الثاني التشريح. ان تشريح جسم الراجل اصلا مختلف عن تشريح جسم الست. الراجل ملوش حوض مهيأ للحمل، الضغط على الاعضاء والاوعية الدموية هيكون اعلى بكتير، والتكيف التشريحي للجسم مع نمو الجنين هيكون مختلف تماما. التحدي الثالث المشيمة والولادة. المشيمة في اي حمل طبيعي للست بتنفصل بسهولة لان الرحم بيعمل هرمونات بتساعد اصلا على الانفصال ده. في الحمل الخارج الرحم بقى او في الغشاء البروتوني او الحمل البطني، الحمل بيسبب نزيف خطير جدا لاي ست، وده برضه ينطبق على الراجل. التحدي الرابع الجهاز المناعي. الرحم المزروعة اصلا هتحتاج ادوية قمع المناعة لمنع الجسم من انه اصلا يرفضها، وده بيزيد من خطر الاصابة بالعدوى. طيب بعد الرغي ده كله، هو فعلا هل ممكن الراجل يحمل ويولد؟ هو طبعا خيال علمي بحت بس مبني على اساس علمي وحقيقي قابل ان هو يتطور. الخيال ان الراجل يقدر يحمل جنين لمدة 9 شهور ويتولد بصحة كاملة ده مستحيل علميا. الجسم الذكوري اصلا مش معد تشريحيا لده. الحقيقة الحمل خارج الرحم ممكن فعليا، بس ده عند الستات مش عند الرجالة. هو عند الرجالة على الورق ممكن، والحمل خارج الرحم عند الستات حصل فعلا، وفي حالات وصلت لمراحل متقدمة جدا، وعمليات زراعة الرحم نجحت جدا وانتجت اطفال اصحاء. العلماء دلوقتي بيناقشوا فكرة توسيع عمليات زراعة الرحم ان هي ما تكونش عند الستات بس، وفي عمليات تمت على الفئران الذكور ونجحت فعلا. وده فيلمنا فيلم جونيور، فيلم كوميدي جميل جدا لطيف جدا لايت كوميدي حلو جدا وفي علم كبير جدا. الفيلم بطولة ارنولد شوارزنيجر وداني ديفيتو وايما تومسون، انتاج سنة 1994 وتقييمه بالنسبة لي جيد بالنسبة للافلام الكوميدي. لو عجبتك الحلقة اعمل فولو سبسكرايب واكتب في الكومنتات ايه نوعية الافلام اللي انت تحب ان احنا نقدمها في الحلقات الجاية، والسلام عليكم.